السلام عليكم. معكم أيمن مفرقش، فنان تشكيلي. اليوم جينا هنا في رواق ضفاف بهذا الحدث الثقافي اللي كتحتفي المؤسسة حسن الثاني المغاربة المقيمين بالخارج بالذكرى 10 سنوات على يعني تأسيس ديال الرواق. ف هذا شرف كبير أنني شاركت اليوم مع عديد من الفنانين المقيمين أيضا بالخارج، واللي تمكننا أننا يعني نستعرض واحد مجموعة من اللوحات. فأنا من خلال الأعمال ديالي اللي اشتغلت عليها، أو من خلال المعرض السابق اللي قمت به هنا برواق ضفاف، كان اشتغلت على فكرة بين قارتين، يعني التجربة التشكيلية اللي عشتها ما بين قارتين، ما بين إفريقيا وأوروبا. وأيضا يعني الأعمال ديالي حاولت نقدم فيها عدة مواضيع، سواء على المغرب، سواء على التجربة التشكيلية اللي أنا يعني اشتغلت عليها. هذا المعرض يعني غادي يمكن لكم تشوفوا عدة تقنيات جديدة، عدة مواضيع اللي صراحة يعني غادي تمكن المشاهد انه يشوف واحد لمسة اللي يختص بها كل فنان بالطريقة ديالو. كما انا هنا يعني قدمت اللوحة اللي يعني كنت أردتها في المعرض ديالي. فهذه اللي كتكلم على مدينة مراكش، على منارة. فكنتمنى من الناس يجيو ويزيدوا يكتشفوا هذا المعرض. يعني التجربة التشكيلية اللي كانت عندي في الخارج هي بكل صراحة مكنتني أنني نتعرف على عدة تقنيات، عدة مدارس، يعني هي اللي سمحت لي أنني نتمكن من أنني نعمل واحد اللمسة في اللوحات ديالي اللي كنتمنى أنني يعني نمتاز بها. انطلاقا من الأعمال ديالي يمكن تشوفوا يعني كثير من الألوان اللي كيتميز بها المغرب، أو حتى الأشكال، يعني حتى الأشكال اللي كنشتغل عليها أو المواضيع. فالمغرب كيبقى واحد بالنسبة لي نقطة بداية اللي بديت بها، واللي يعني كنفتخر بكوني أنني كنتمي إلى المغرب، لأنه عنده واحد جزء كبير في التجربة التشكيلية ديالي، يعني لا من خلال التجربة، لا من خلال المواضيع، لا من خلال الميدان الثقافي والتنوع وكل شيء.